السلطات المغربية أكدت أن التفجير الذي عمل يحمل بصمات إرهابية وإجرامية متعمدة. هذا العمل قام به انتحاري نفذ التفجير التي يرتادها السياح والمغاربة بكثافة. بحسب بيان للديوان الملكي، يتبين أن الأمر يتعلق بعمل إرهابي ناتج عن انفجار قوي بواسطة مادة متفجرة. وحسب مصادر طبية مغربية فإن عدد القتلى بعد هذا المؤتمر الصحفي ازداد ليصل إلى 15 شخصا، من بينهم 7 فرنسيين على الأقل وجرح أكثر من 20 آخرين. فرنسا وفي بيان التفجير اعتبرته عملا مشينا ووحشيا وجبانا. على المستوى المغربي فقد أمر ملك المغرب محمد السادس بفتح تحقيق سريع وشفاف في حيثيات التفجير. إذن نتابع هذه الصور المتداولة للتفجير في منشأة غاز في المحمدية في المغرب. طبعا المحمدية تقع في شمال شرق الدار البيضاء. مراسل العربية، نستمع إلى هذه الصور المباشرة أو من الصور المتداولة. طيب، معنا ينضم إلينا مراسل العربية عادل الزبيري. عادل، ما هي التفاصيل حول هذا الانفجار؟ مرحبا عادل. الانفجار وقع في أحد أكبر خزانات غاز البوطان. هذه وحدة صناعية لتعبئة قنينات غاز البوطان المستخدمة مغربيا في المنازل، لأكبر شركة تستورد غاز البوطان من الخارج وتعبئه وتوزعه. إلى غاية الآن فرق الإنقاذ منتشرة ومتواجدة في هذا الحي المتواجد في مدينة المحمدية موجودة بين العاصمة المغربية الرباط ومدينة الدار البيضاء. تسارع فرق الإطفاء عقارب الساعة من أجل محاصرة ألسنة اللهب ومحاولة منع انتشار الحريق إلى خزانات أخرى لغاز البوطان، لأن مدينة المحمدية تتوفر على ميناء تصل إليه البواخر التي يستوردها المغرب من غاز البوطان من الخارج. السلطات تحاول إبعاد السكان في المنازل والمناطق المجاورة لمكان الحريق. المعلومات الأولية تشير إلى بداية التحكم في هذا الحريق الذي هز انفجاره مدينة المحمدية وأخاف دويه السكان، ولكن المعلومات الأولية من السلطات المغربية مطمئنة. فرق الإنقاذ متواجدة، ومن المرتقب في الساعات المقبلة أن تتم محاصرة ألسنة هذا اللهب إذا لم يتطور الحريق، خصوصا أن أحوال الجو والطقس تساعد فرق الإطفائيين المنتشرين في عين المكان. وفرضت السلطات سياج معدني وحواجز حديدية لمنع السكان لمنعهم من الاقتراب من مكان هذا الحريق الذي يعتبر واحد من أكبر الحرائق التي تعرفها خارج تخزين غاز البوطان في المغرب. طيب عادل، هذه المنشأة هل تحوطها بيوت السكان أم هي بعيدة نوعا ما؟ هل السلطات أغلقت الشوارع المؤدية إليها وبالتالي في محاولتها كما ذكرت بتطويق هذا الحريق؟ نعم، السلطات المغربية وضعت حواجز حديدية لمنع السكان من الاقتراب من هذه. إذن